السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه في الجو البرد ده يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده وبصحة وسعادة يا رب العالمين. هنبدأ النهاردة كده نعمل مع بعض كفتة داود باشا من غير لحمة، ومش مكلفة خالص واقتصادية جدا. هنا كده زي ما انتم شايفين المقادير مع بعض. دي كده بهارات اللحمة: كعب ماجي، ملح، فلفل، كمون. ده كده عيش فينو. وده عدس اللي هو البني يا بنات، العدس الجب أنا سلقاه. ده كده عبارة عن كوباية عدس جب أنا سلقاه. مقلعة ملح مقلعة ملح بس يا بنات سلقته. البصل ده يا بنات أنا شوحته شوية في الزيت بالشكل ده كده. هنزل بقى بكل المقادير دي كلها كده في الكبة. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجيلكوا اشعار بيه. يلا يا ريت تعملوا لايك كده، عايز الفيديو ده يترفع، وفيديو سهل وبسيط جدا وروعة جدا وهيعجبكم. هنزل كده بالبهارات بالكبة كل ده كده مع بعضه. عايزة اقول لكم انها كانت هشة وجميلة جدا يا بنات، وصفة سهلة جدا روعة جدا، عجبتني وكان طعمها جميل وقد ايه كانت متماسكة ولذيذة وتحفة جدا. هبدأ بقى افرم كل المكونات دي كده، وبعد كده هنزل بالعيش وانعمه خالص مع الخليط كله كده مع بعض بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم كانت متماسكه وجميله جدا يا بنات. ممكن تحطوا بقى اي بهارات انت حباها، بهارات لحمه، بهارات فراخ، زي ما تحبي. انا كنت حاطه بهارات لحمه وبهارات كفته ومكعب مرقه دجاج. هكورها بقى بالشكل ده كده زي كفته داود باشا بالظبط بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بقى بيها بالزيت، اغطيها بالدقيق كده، قصدي يا بنات معلش. كده هنزل بالدقيق بالشكل ده كده. كده اعملها بالدقيق من الجنبين بالشكل ده كده يا بنات. اهو كده أنا كنت عامله الاول اتنين. هبدأ بقى أعمل بقية الكمية كلها وأحمرها معاكم. عايزة أقول لكم إن كانت جميلة جدا، مكنتش متوقعة إنها تطلع بالجمال والحلاوة دي، وأنا جربتها وقلت أما أصورها وأنزلها معاكم. كانت لذيذة جدا وكانت سهلة الصراحة. كنت محتارة أطبخ إيه، قلت أما أقوم أعملها وأجربها. وصفة سهلة وبسيطة يا بنات، يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم، ويا ريت الفيديو يعجبكم. يلا يا بنات، يا ريت تدعموني كده، ما تحرمش منكم كومنتاتكم القمر الجميلة، ومن الناس اللي أنا طبعا معرفهاش وداخلة تعلق لي، بجد ما تحرمش منكم أبدا. كده بقى انا هبدأ احمرها تطلع معايا بالشكل ده كده يا بنات. عايزه اقول لكم ان هي ما فكتش مني خالص ولا فرولت ولا اي حاجه، طلعت معايا بالشكل الجميل ده. ممكن بقى تاكليها كده او تاكليها بقى تعمل لها صوص طماطم زي كفته داود كده بالظبط. انا هعملها معاكم برضو بالطريقه دي. ده طبق انا حمرته كده على جنب الاول لدودو، وارجع تاني اعمل بقى اللي هي بالصلصه بالشكل ده كده يا بنات. عملت فص توم على كوبايه عصير طماطم، خد غلوه معايا، وبعدين نزلت بالكفته بالشكل ده كده. برضو يا بنات كانت متماسكة برضو، ما فكتش معايا في الصوص ده خالص. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا له لايك. شايفين يا بنات كانت متماسكة وهشة وجميلة ازاي، ما فكتش مني خالص زي ما قلت لك. يا ريت تجربوها يا بنات، ويا ريت تعجبكم، ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت اكون عند حسن ظنكم، واكون ضيفة خفيفة كده على قلبكم يا رب. ويا ريت تكون الوصفات كلها عجبتكم، يا ريت تقولوا إيه رايكم. يلا ومش شجعي كده واعملي طبق يدفيكي في الشتاء والبرد ده. عايزه اقول لكم انها كانت روعه جدا جدا جدا. يلا مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.